رأينا في الحلقة السابقة كيف أن البطل كان يقاتل مع ذلك الدب واستطاع إيقاعه، ولكن نهض مجددا وأراد الهجوم على البطل، لكن استطاع ستيف تجنبه وإصابة الدب في قدميه، وقفز فوقه وأطلق عليه كرة نارية متفجرة حرقت وجه الدب. ولكن البطل لم يكتفي بذلك، بل فتح فم الدب وخرج لسانه ونظر إليه نظرات احتقار وسخرية، وحين صعقه حتى الموت. بعدها استخدم الختم من أجل أخذ قوة الدب، وحينها تنظر إليه ريا وريو وهما منصدمين مما يرونه. للمعلومة، لقد سميت هاتان الشخصيتان على حسب تعليق المنفرد الأخير، وهناك أيضا بعض من التعاليق أخبروا بأسماء أيضا جميلة. ولمن لم يشاهد حلقات سابقة ستجدونها في الوصف أو في أول تعليق. والآن خلونا نبدأ. انصدم ريو وريا من هول ما حصل، وكيف له أن يقضي على ذلك الدب بسرعة. ثم ينطق أحد من الزعماء: هذا لا يمكن، إنه وحش، لقد خالف قوانين العالم الطبيعي. وحينها تقول زعيمة الإلف: ليس لدينا خيار ولا وقت لنضيعه. ثم تقول لإليانا: أنا آسفة لعدم تصديقك. ترد عليها إليانا: والآن ماذا ستفعلين؟ ترد عليها زعيمة الإلف: أيا كان، سوف أراهن عليه بكل شيء. عندها تقول لبطلنا: ما اسمك أيها البشري؟ يرد عليها ويقول: اسمي ستيف أتيلر. حينها تقول له: سيد أتيلر، لقد جازفت بحياتك وأظهرت قدراتك على تحقيق طلباتنا، لكن لدي سؤال. أولا، ما هو سبب أخذك للقطعة الأثرية من إلينا في المقام الأول؟ يرد عليها أتيلر: لم أكن أعرف حتى بأنها قطعة أثرية منذ البداية، وبالطبع لم أفكر مطلقا في أخذها. للمعلومة، لقد غيرت كلمة الجان بالإلف على حسب معظم التعليقات، أخبروني بأن نغير كلمة الجان إلى الإلف. والآن دعونا نكمل. تبدأ زعيمة الجان بالنظر إلى بطلنا وتقول له: إذا كانت رغبتك في تدمير الشجرة الحمراء حقيقيا، فليس لدي أي نية لإزعاجك أبدا، ومع ذلك فإن دعمك مستحيل باستثناء الإمدادات الأساسية. ثم تخرج روح البطل وتقول: إن شعرتي تبقى قبيح جدا، ولكن ذلك لا يغير أنها الزعيمة هنا. يرد عليه أتيلر: أجل. وحينها تنطق إليانا: سأذهب معه. تقول لها الزعيمة: هذا غير مسموح به. ترد عليها إليانا: ولكن مخاطرة زنزانة الشجرة الحمراء مختلف جدا، فمهما كانت قوته لا يمكنك أن ترسل شخصا واحدا فقط بدون رفيق. المسكينة لا تعرف من هو ستيف أتيلر جيدا. ترد زعيمة الإلف: من أجل مصلحة العشيرة لا يزال يتعين على إليانا أن تدفع اللوم والثمن مقابل عدم حماية القطعة الأثرية، لذلك أنا آسفة، لا أعتقد أنها يمكنها مساعدتك الآن. حينها ينظر إليها ستيف وروحه، وتقول الروح: ببساطة لا يمكنها إرسال الإلف المتميزون إلى زنزانة خطيرة، إنها مخاطرة. يرد عليه ستيف: هذا صحيح، ويقول: هذه المرة لن أزعجك أبدا يا إليانا. وتنصدم إليانا وتقول: ماذا؟ فقط ابقي هنا. ولكن يرد عليها ستيف: هل نسيت بالفعل؟ تقول قطعة الأثرية أن في كل مرة أقوم فيها بمسح زنزانة تصبح القطعة الأثرية الخاصة بي أقوى مما كانت أول مرة. وأجل، لا تقلقي بشأني، أنا لست ضعيفا كما يعتقد الإلف، فأنا ليست لدي النية بأن أموت. عندها تقول زعيمة الإلف: ريو، أرجع له جميع أشيائه. وأنت أيها البشري، هل لديك الإمدادات التي تحتاجها؟ يرد علي ستيف وعيناه مليئتان بالثقة ويقول: لا أحتاج سوى قليل من الجرعات، هذا فقط ما أريد. والآن فلنذهب. ثم يظهر بعض من الإلف وهم يحرسون بوابة الزنزانة ليقوم أحد من الوحوش بإمساك قائدهم. عندها يظهر بطلنا ستيف ويقضي على الوحوش بكرة نارية واحدة فقط. يتساءل الرجال الموجودون هناك: ما الذي حدث؟ لماذا هناك بشري داخل غابتنا المظلمة؟ وكيف وصل إلى هذه النقطة العميقة؟ ويقول أحد من الإلف الذين كان يرافق ستيف: أنا أحذركم، من سوف يقوم بلمس هذا البشري سأقوم بتفجير أطرافه.
فيدخل ستيف إلى الزنزانة وسأل خاتمه: هل تعرف أي شيء عن النباتات في هذه الزنزانة؟ فيرد: لا وجود لها حتى في ذكرياتي. لابد أنها نوع فريد ينمو بهذه الزنزانة فقط. من الأفضل عدم تهييجها والابتعاد عنها على الفور، فإذا سقطت بمفردك بمثل هذا المكان فيمكن أن تصبح جزءا من هذه الزنزانة، يعني سوف تموت. ويرد عليه ستيف: هذا صحيح، أنا لا أريد استكشاف هذه الزنزانة السيئة لفترة طويلة. ثم نرى أن الخاتم يتحدث إلى ستيف ويقول له: هذا هو أقصى حد نستطيع الوصول إليه. لقد كنت أتساءل ما إذ كان هناك شيء ما هنا، لأنه وصلنا إلى هذا العمق. وأنتم أردت العثور على الطريق، ألم تنجح في الزنزانة الأولى؟ يرد عليه ستيف: من خلال تطهير الزنزانات من هذه النباتات سيتم استيفاء الشروط لاستخدام على الفور، ونحن قد أتينا إلى هذا المكان الصحيح، ولا يمكن أن نصل إلى هذا المكان دون تفكير حقيقي أن الجذور وصلت إلى هذا المكان العميق أكثر من اللازم، وهذا يعني أن هناك مياه جوفية أسفله. عندما تتدفق المياه الجوفية التي كانت تحت هذه الأرض القديمة لفترة طويلة، فهل تعلم ماذا الذي سيحدث؟ وعندها يقوم البطل باختراق الأرضية وينزل إلى مكان آخر ويقول: انظر، هناك طريق آخر، أليس كذلك؟ ويرى البطل نوعا غريبا من النباتات ويقول: هذا نوع غير مألوف من النباتات، إن رائحته كريهة جدا، لقد قمت بإزالة كل السوائل فيه. يرد عليه ختمه: لا أشعر بالحياة تنبعث منهم. يقول البطل حينها: عندما ترى الرائحة الكريهة تنبعث من كل مكان سيكون كل شيء موجودا في هذه الجيوب. ثم يستخدم مهارة السلبية، ردة الفعل التلقائية على المستوى واحد. مع وجود احتمال ضئيل ستتحسن ردود أفعالك مؤقتا بمجرد هجوم عدو. وتهجم النباتات على البطل ويقول ستيف: أنا لن أدعك تتدخل في امتصاصي للمغذيات، إنها نفس الشيء هنا أيضا. ثم يتعرض البطل لهجوم مفاجئ من الخلف فيفقد وعيه، ثم يوقظه خاتمه. ثم يستيقظ البطل ويجد نفسه محاطا بالعديد من الأشخاص. ثم يقول البطل إلى أحد من الإفا الذين ما زال حيا: هيا استيقظ. ثم يقول له ستيف: هل تعرف أين أنت؟ فيرد ذلك الشخص: إنها زنزانة الشجرة الحمراء، سوف نموت جميعا هنا. فيقوم البطل بصفعه ويقول له: اهدأ واستمع لي جيدا، لا تخف، فأنت لم تمت بعد، وخذ هذه اللفافة وقم بالهروب بعد استيقاظ مجموعتك، واهرب أنت من هنا واستعملها للهروب، واهربوا جميعا، فأنا شخص مشغول وعلي الذهاب الآن. فيمسكه الإلف ويقول له: انتظر لحظة، يجب أن تنقذ فريد البطل. يستغرب البطل ويقول: من هذا الشخص؟ عما تتحدث؟ فلقد أخرجت الجميع. يرد ذلك الإلف: كلا، لا يزال هناك شخص، فبفضله ما زلنا جميعا أحياء، عليه أن يهرب معنا. فيرد البطل حينها: هكذا إذن، من هو؟ ويرد ذلك الإلفي: إنه كين تراينارو. فيستيقظ المدعو كين ويقول: اللعنة، حتى بعد امتصاصك لهذا الحد من القوة السحرية لا تزال تحاول الحصول على المزيد. لقد وصلت إلى أقصى حدودي، لم يتبقى معي شيء لإعطائك إياه. وعندها يخترق البطل المكان حاملا الإلف من السابق على ظهره. والإلف يقول: سيد دريانور. ويتفاجأ الألف ويقول: يا إلهي، ما هذا؟ ويقول البطل: لابد أن هذا مؤلم جدا بالنسبة لها، انتظر هنا لحظة، سوف يؤلمك هذا قليلا، لذا تحمل لبعض الوقت. ويهجم البطل على الوحش الذي يقيد دريانور. حين يقول الإلف: أيها البشري الوقح، كن أكثر تهذيبا. فيرد عليه البطل: هذا ليس الوقت المناسب لكي أكون مهذبا، أسرع وأخرجه من هنا أسرع، ولا تستخدم الجرعات لشفائه، بل استخدم السحر لشفائه. هيا اذهب بسرعة، يجب أن يكون أولئك الذين سقطوا قد استيقظوا الآن. يرد عليه الإلف: حسنا، شكرا لك جزيلا. ويقول البطل حينها إلى الخاتم: دريانو، الماء أفكر به صحيح؟ فيرد الخاتم: ربما. بالمناسبة، هل يستطيع الإلف ذلك فعل هذا بمفرده؟ يقول البطل: ربما لا أتعرض للهجوم حتى أنضم إلى الناجين. يرد الخاتم: هل أنت متأكد؟ يرد البطل:
أستطيع الشعور به. حارس هذه الزنزانة موجود خلف هذا الحائط. إن لاعبه يسير بينما ينظر إلي. يستخدم البطل مهارة الانفجار الهوائي لتدمير الحائط، ويقول: الشجرة الحمراء تستحق حرفيا أن يطلق عليها حمراء حتى النخاع. رائحتها لا تشبه الدماء، لقد كانت تنمو بدم حقيقي كمغذيات. هذه المرة الأولى التي أعلم فيها بوجود مثل هذه النباتات المثيرة للاشمئزاز. عندها يسأل البطل خاتمه: هل يوجد أي معلومات عن هذا الحارس؟ فيرد الخاتم: هل هي من فروع أشجار العالم أم سنعتبرها من نوع ينمو فقط في الزنزانات؟ إن السحر الموجود هنا كبير جدا لدرجة أنني لا أستطيع حتى تخمين الأصل. إنها تبدو فقط مثيرة للاشمئزاز. فيرد البطل: إذا هذا هو اسمها، مثير للاشمئزاز. حينها يقفز البطل إلى الأعلى ويطلق عليها مهارة الانفجار الهوائي، فتدافع الحارسة عن نفسها باستخدام أطرافها. ويقول البطل: إنها تدافع عن نفسها باستخدام أطرافها، يبدو أن هذا الحارس ذكي جدا. وينزل البطل إلى الأسفل ويستخدم مهارة الكرة النارية، فتشكل حارسة الزنزانة جدارا غريبا قبل أن يصيبها الهجوم. وحينها يقول البطل: ما هذا؟ هل هو جدار من الدماء؟ لا، هذا مستحيل، لا تعمل أي من الهجمات بشكل صحيح. فيرد الخاتم: من الغريب في ذلك ما تتعامل معه هو وحش عاش بهذه الغابة لمئات السنين على الأقل، لذلك لا يمكن هزيمته بسهولة. إلى جانب ذلك انظر إلى كين الذي رأيته قبل قليل. على ما يبدو كانت تتمسك به وتمتص قوته السحرية، لذلك من المنطقي أن يحدث هذا. فيرد البطل: هل كان ذلك الشخص معالجا؟ ربما يكون ذلك بسبب امتصاصه لقوة السحرية لمعالج، لكن ليس شيئا طبيعيا بالنسبة لي. مثل تبا حتى بمساعدة المهارات السلبية، فمن الخطر أن أتلقى هذا النوع من الهجمات. وفي لحظة يتم طعن البطل من جميع الجوانب. حينها تمسك البطل من يده اليسرى وترفعه، ويبدأ البطل بالتكلم مع نفسه ويقول: الأشياء الوحيدة التي كنت أتعامل معها حتى الآن هي النباتات، لذلك لم أتمكن من امتصاص القوة السحرية بشكل صحيح. ثم يبدأ بشرب أحد من الجرعات الشفائية، ويكمل ويقول: على الأقل يجب أن توفري القوة السحرية التي تستخدمينها للتعافي. ثم يلقي بتلك الزجاجة على وجه زعيمة الزنزانة، ويبدأ بالنظر إليها وهو واثق من نفسه ويقول: على أي حال إنها مجرد خدعة. ولكن ما تكمن الفرحة مسكين انصدم بأن زعيمة الزنزانة تبتسم في وجه البطل، وهذا يدل على أنها تفكر. وهذا يوصلنا إلى نظرية: إذا ما دامت أن النبتة تفكر إذا إنها موجودة، كما قال على ما أظن طاليس على ما أظن أو ألبرت أينشتاين، لا أعرف حسنا، لكن المقولة الشهيرة: إذا أنت تفكر إذا أنت موجود، إذا النبتة موجودة. حسنا هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أعرف أن معظمكم يقول: لماذا تأخرت وأنت نزلت لنا فيديو قصير؟ ولكن لا، لدي مفاجأة لكم. غدا ستشاهدون حدثا خرافيا، حلقة رائعة ومليئة بالحماس. والآن لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ووداعا.